عصير بكل النكهات فقد اللون والرائحة وأصابه العفن، ومربى اخضر لونه. استحالت الشوكولاتة والتمر لمادة مقززة. من هذا المستودع الغير قانوني كان يخطط لتمرير سلع غذائية للمستهلك بمدينة وجدة. تم حجز تاع 4200 كيلو ديال التمر غير صالحة للاستهلاك، الفول 3000 كيلو، العصير 3000 لتر، الحلويات 2000 كيلو، والمربى 4500 كيلو. هذه المواد كلها غير صالحة للاستهلاك. العنونة، تاريخ الصلاحية ومصدر سلع كل شيء مزيف، والخطة استغفال المستهلك مخالفة بالجملة. والمخالفات التي تم ضبطها هي العنونة وانتهاء تاريخ الصلاحية، نقص في مادة جودة المواد، وعدم توفر المخزن على رخص. هذا المخزن هذا ديال الكائن بوجدة تابع لنفس الشخص الذي تم حجز المواد الغير صالحة بمدينة فاس. كنا دائما كناديو باللي ان خص ضروري ايدونتيفي هاد لي ماغازان اللي كيكونوا كوم ديبو، وبالتالي المراقبه ديالها المراقبه يعني الدقيقه والعقوبات الزجريه. هذه في الحقيقه يعني قنبله موقوته وغادي تجلى في القريب على صحه المواطن. بعد فاس، وجدة تضع اليوم قبضتها على أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، سلع ستتلف من طرف المصالح المختصة.